السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفنا ياريت تنورنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول. خبر هام جدا لجماهير الكرة المصرية ولمتابعي نادي برشلونة. كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن تسجيل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم القادم من صفوف النادي الأهلي قد يواجه بعض التعقيدات التي قد تؤخر ظهوره الأول بقميص برشلونة حتى نهاية شهر مارس المقبل. وبحسب التقرير فإن ما تم وصفه بالإجراءات البيروقراطية سيؤدي إلى تأجيل مشاركة اللاعب لمدة قد تصل إلى 1.5 شهر على الأقل، وذلك بسبب كونه لاعبا من مصر وهي دولة غير مشمولة باتفاقية كوتونو، مما يجعل عملية تسجيل اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدا وتحتاج إلى وقت أطول لاستكمال كافة الإجراءات الرسمية. ورغم هذه العقبات فإن الإدارة الرياضية داخل برشلونة تبدي ثقة كاملة في إمكانات حمزة عبد الكريم، خاصة بعد الانطباع الإيجابي الذي تركه خلال التدريبات، حيث أشاد المدربون بأدائه ولاحظوا إعجاب زملائه بمهاراته الفنية وقدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء. تفاصيل العقد أيضا تحمل نقطة مهمة جدا، إذ تتضمن بندا يلزم النادي بتفعيل خيار الشراء بشكل نهائي في حال مشاركة اللاعب لأكثر من 45 دقيقة في 6 مباريات رسمية مع الفريق الرديف بقيمة تصل إلى 1.5 مليون يورو، مع متغيرات قد ترفع الصفقة إلى 3 ملايين يورو إضافية وفقا لأدائه وتطوره. واللافت هنا أن برشلونة يمتلك الحق في تفعيل بند الشراء من جانبه حتى في حال عدم استيفاء شرط المشاركات، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في تأمين موهبة اللاعب وعدم التفريط فيه مهما كانت التكاليف أو التعقيدات التنظيمية المتعلقة بتسجيل اللاعبين الأجانب. ومن المتوقع أن يسمح لحمزة بالمشاركة في مباريات مهمة ضمن صفوف فرق الشباب فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية، على أن يكون الهدف الأكبر هو منحه فرصة للاندماج مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد الصيفية المقبلة. كل المؤشرات داخل النادي تؤكد أننا أمام موهبة واعدة قد تكون أحد النجوم الصاعدين في برشلونة خلال السنوات القادمة. والسؤال الآن: هل ينجح حمزة عبد الكريم في فرض اسمه سريعا داخل قلعة الكامب نو؟ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واللي متحمس يشوف حمزة بقميص برشلونة يكتب لنا رأيه في التعليقات. شكرا لكم.